يا مساء الفل عليكم يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم عن فرصة هتوفر لك تأشيرة وإقامة وعمل ولمدة 6 شهور، وهي فرصة تدريبية والعمل في دولة الإمارات. والتقديم على الفرصة ديت يا جماعة يكون أونلاين من غير ما تدفع قرش ساغ واحد من جيبك، ومتاح التقديم لجميع الجنسيات العربية. برضو الفرصة ديت هتوفر لك راتب شهري خلال مدة إقامتك في الدولة. يعني من الآخر كده انت هتقدم ببلاش، من الآخر كده انت تاخد تأشيرة ببلاش، وهتاخد إقامة وعمل ولمدة 6 شهور في الدولة من غير ما تدفع قرش ساغ واحد من جيبك. بس قبل ما ندخل طبعا في تفاصيل الفرصة بتاع النهاردة، لو انت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. يا مساء الورد عليكم يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة نتعرف على فرصة هتوفر لي تدريب، هتوفر لي عقد عمل، هتوفر لي إقامة، هتوفر لي تأمين صحي، وكل ده من غير ما ادفع قرش ساغ واحد من جيبي. وهي في فندق جميرة دبي يا جماعة. يعني هتكون الفرصة ديت في دولة الإمارات العربية المتحدة ولمدة 6 شهور. هتوفر لي برضو بجانب فوق التدريب، هتوفر لي راتب شهري هناك، وهتوفر لي تأمين صحي، والسكن برضو عليهم. حتى تذاكر الطيران هم اللي هيوفروها. التقديم يا جماعة مفتوح دلوقتي، يعني أي حد من أي بلد عربي يقدر يقدم على الفرصة ديت ومن بيته. وطبعا هناك شوية شروط لأي فرصة، والفرصة بتاع النهاردة ملهاش غير شرطين. الشرط الأول إن خريج مدرسة خاص طبعا بالعمل في الضيافة أو الفنادق، زي مدارس الأورمان أو المدارس طبعا خاصة بالفنادق، أو طبعا إن أنت تكون خريج جامعة برضه، يعني تكون خريج حديث. بتقدر تقدم على الفرصة ديت من خلال الرابط اللي يبقى موجود في قلب صندوق الوصف. الرابط ده هيوصلك طبعا للصفحة بتاع الطلب اللي احنا هنشرحه في آخر الفيديو. كل خطوات التسجيل هتعتمد منك على نقطتين: يكون معاك ايميل ورقم تليفون خاص بصاحب الطلب، وبتبدأ تسجل طبعا البيانات اللي احنا بنعملها بنفس الطريقة. تعالوا بقى نعرف ازاي تقدم على الفرصة ديت من غير ما تدفع قرش ساغ واحد. يبقى للتقديم على الفرصة بتاع الإمارات يا جماعة اللي هتوفر لك تأشيرة لمدة 6 شهور في الدولة مدفوعة الأجر، يعني هتاخد راتب شهري عن كل شهر، وهتوفر لك السكن والإقامة والتأمين الصحي والحوافز طبعا زي ما احنا عارفين كأنك في عقد عمل بالظبط. والفرصة دي هتفتح لك بعد كده مجالات كتير، وهي في فندق جميرة بيتش يا جماعة. فأنت أول خطوة ليك أنت بتدخل على الرابط طبعا، وبتبدأ تسجل البيانات دي. ايه هي البيانات عشان نبدأ نخش نقدم الطلب بتاعنا اونلاين؟ اول حاجة يحتاج منك ايميل ادريس. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك مش محتاج منك ان انت تعمل حساب. you don't need to have an account، يعني احنا مش محتاجين بيقول لك منك حساب. بيقول لك بس حط الايميل بتاعك هنا. بعد كده بتعمل المربع اللي هو اي اجري ان انت موافق على الشروط والاحكام، وبعدين بتضغط نيكست. يبقى دي اول خطوة ليك لما تيجي تقدم الطلب بتاعك في فرصة النهارده. الفرصة ديت قلنا هتوفر لك عقد لمدة 6 شهور أو فرصة للتدريب في جميرة بيتش أوتيل في الفندق زي ما احنا شايفين يا جماعة، ولمدة 6 شهور ومدفوعة الأجر. هتوفر لي بعد كده عشان أصلا إن أنا أروح هناك تأشيرة، السكن هيكون عليهم، والطعام وتذاكر الطيران التقديم عليها مجانا. بعد كده تعال نشوف الخطوة التانية هنعمل فيها إيه بالظبط. في الخطوة التانية انت بتعمل ايه بالظبط؟ في الخطوة التانية يا جماعة وانت بتقدم الطلب بتاعك قدامك خانتين. لا اما تسجل لو انت ليك موقع على اللينكدين، ممكن ترفع سيرتك الذاتية من خلال اللينكدين ده. بعد كده بتنزل تختار التايتل. بعد كده بتكتب اسمك الاول فيرست نيم، وميدل نيم اسمك الوسط، بس اساسي لازم تكتب اللاست نيم هنا في الخانة دي برضه. بعد كده بتسجل اللي هو بريدك الكتروني. بعد كده بتنزل تسجل رقم التليفون او رقم التليفون بتاع الدولة اللي انت منها. يعني انا مثلا من مصر، انا قاعد في مصر، اسجل ايه؟ اختار هنا مصر ايجيبت، واحط مفتاح الدولة اللي انا منها يا جماعة اللي هي مثلا مصر. هنزل كده زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا كده اخترت مصر، وبعد كده اقوم جاي مسجل التليفون هنا في الخانة اللي جنبها ديت. يبقى كده اخترت الدولة. لو انت بقى بنت او ولد فانت في ميل اور فيميل هتختار النوع بتاعك. بعد كده ايه الحاله؟ ان كنت متجوز، كنت مطلق، ان كنت عازب، برضو في الخانه ديت اللي هي الماتيريال ستيتس. بعد كده ايه العنوان؟ انت من انهي دوله؟ زي ما قلنا يا جماعه انا مثلا من مصر فاختار من مصر. لو انت في الامارات عادي ممكن تختار الامارات عادي. برضو من المغرب هتكتب المغرب. لو انت من اي دوله عربيه فانت هتختار البلد. فاحنا هنا مثلا عشان ما نقعدش نلف كتير هنكتب ايجيبت مثلا، هيجيب لي حرف
الاي او اهيت ايجيبت. فانا اخترت يا جماعه مصر. بعد كده بكتب عنواني هنا في مصر ادريس 1، بكتب العنوان منين، من انا محافظه في انهي مدينه بالظبط. بعد بنزل كده هنا المدينه بكتب اسم المدينه، وهنا الستيت المحافظه اللي انت منها. لو عندك عنوان بريد او رقم البريد فانت بتكتب رقم البريد بالمحافظه بتاعتك او المدينه اللي انت فيها. بعد كده انت بتكتب فيها بيقول لك هل انت اشتركت في الدراسه قبل كده في جميره كوليدج، فانت هتختار طبعا لا. الاغلب طبعا هيختار لا في الخانه ديت للجميع. بعد كده بتكتب اضافه بقى الاكسبيرينس بتاعتك هنا، تضغط هنا يقول لك اد اكسبيرينس، او تضيف طبعا الاديوكيشن بتاعك اللي هو التعليم، ان كنت طبعا انت خريج مثلا جامعه او خريج مدرسه. والافضل لو انت طبعا خريج مدارس اللي هي الخاصه بالضيافه او الفنادق. بعد كده بتضيف هنا بقى مثلا عندك رخصه لشغل معين او الكلام دوت، فبتضيفها هنا الاد لايسنس خاصه بالوظيفه ونوع الوظيفه. هنا برضو ممكن تحمل سيرة ذاتية تدعم الملف بتاعك، برضو بتأكدها. ولو في كفر لتر برضو ممكن ترفعه من خلال الخانة دي. بعد كده بتنزل تحت ابين لكم الخانات المهمة. اللغة بقى لو انت معاك لغة انجليزية تكون افضل كتير جدا. زي ما احنا عارفين ان دولة الامارات يا جماعة اللغة الانجليزية اللغة مهمة بجانب اللغة العربية. بتنزل تحت كده بيقول لك اي اجري ذات ماي سي في والكلام دوت. هتعمل طبعا اجري كده. ديت الاختيارات دي اجباري، اجري اجباري يعني انت موافق. ممكن تترجم الصفحه لو انت ما انتش فاهم، بس هتلاقي الاختيارات كلها برضو باللغه الانجليزيه، وبتقدم الطلب برضو باللغه الانجليزيه. بعد كده بتكتب عنوانك الحالي، يعني انت قاعد فين بالظبط. هتشوف الدوله اللي انت منها، زي ما احنا قلنا انا مثلا بقدم من مصر، فانا هختار ايجيبت يا جماعه. فانا هقدم انا من مصر، فانا مقدم من مصر. او انت بقى لو من المغرب من الجزائر من سوريا من العراق ممكن تختار الدوله بتاعتك هنا. بعد كده بتنزل تكتب اسمك كامل، يعني فول نيم، اسمك رباعي كامل هنا. اخر خطوه اللي بتعملها اللي هي سبميت، ويبقى كده انت قدمت الطلب بتاعك. بتستنى الرد بتاعهم. فلو ربنا كرمك هم اكيد هتواصلوا معاك من خلال حاجتين: رقم تليفونك او من خلال طبعا الايميل اللي انت سجلت بيه. وديت فرصه سهله ليك زي ما قلنا، هتوفر لك اقل حاجه التاشيره. تاني حاجه التاشيره ديت مش هتكون شهر ولا شهرين، لا لمده 6 شهور. التاشيره ديت خلال 6 شهور برضه ليك راتب شهري، هتوفر لك إقامة وسكن وتأمين وحوافز كأنك رايح عقد عمل لمدة 6 شهور بالظبط. وزي ما احنا عارفين رواتب دولة الإمارات رواتب محترمة. في نفس الوقت برضه بعد كده من حقك إن أنت تدور على شغل في الدولة هناك، وخصوصا إن عقود الإمارات في الفترة الحالية غالية. فدي فرصة سهلة ليك، هتكون مجانية، هتساعدك بعد كده إن أنت تقدر يعني تلاقي فرص عمل هناك بسهولة. وديت انسب فرصه حبيت اقدمها للشباب، مش طلب منك فيها حساب بنكي، والتقديم مجاني بدون اي رسوم بالخطوات اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. بالتوفيق للجميع باذن الله. ولو في اي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.